تفضل الرئيس، أعطينا كلمة حول هذه الحملة التحسيسية حول التنظيم أولياء التلاميذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله احنا اليوم متواجدين في ولاية بلعباس بالتنسيق مع تنسيقية الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ بولاية بلعباس. معايا الأخ سي علاوي العربي رئيس تنسيقية ولاية يافت. احنا كأعضاء لجنة، احنا كاتحاد وطني لأولياء التلاميذ وكأعضاء لجنة التنظيم العام والتخطيط والبرمجة اقترحنا برنامج تكويني وطني. الآن رايحين في جهوي على مستوى ولاية بلعباس، حاضرين معنا ولاية البيض، غليزان، بشار، معسكر، سعيدة وتيارت حاضرين معنا باش اليوم نشوفوا أعمال يوم تكويني أول من نوعه. كانت بلعباس لها الشرف أنها احتضنت هذا اليوم التكويني. الغاية منه ولا العنوان هو كيفاش الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تخص كل هياكل الاتحاد. احنا كلجنة التنظيم على مستوى الاتحاد شفنا باللي الإجراءات فيها تعقيدات. اليوم جينا إن شاء الله بحول الله بلعباس في هذا اليوم الجهوي باش نفهموا الإخوة تاع رؤساء التنسيقيات والأعضاء المكاتب البلدية والفروع المدرسية حول كيفاش تتم بطريقة صحيحة الإجراءات الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسات التربوية. الاتحاد الوطني خضع على عاتقه أنه يكون جنبا إلى جنب مع الجماعة التربوية كشريك هام، كشريك إيجابي من أجل تحقيق غاية وهي الحفاظ على مصلحة التلميذ وتحسين الوسط المدرسي أو الحياة المدرسية وبالتالي تحسين النتائج المدرسية. شكرا.